إخراج اليمن إلى طريق سوي شرعيا وديمقراطيا وحرية. رحل متشبثا بالوطن رافعا راية الجمهورية بعد صراع مرير مع مرض أنهك جسده كما أنهك بلده. إنه الشيخ القبلي الأشهر صادق الأحمر، شيخ مشايخ حاشد، وأحد أبرز اللاعبين والمؤثرين في الساحة اليمنية. شهدت مسيرة الشيخ الأحمر العديد من المحطات المفصلية تقلد إثرها راية النضال، فكان سجله الجمهوري حافلا منذ لحظات الحرب الأولى، لعل آخرها دوره البارز عقب وفاة والده الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في العام 2008 عندما خلفه في زعامة قبيلة حاشد، وتزعم تكتلا قبليا ضد نظام صالح إبان الاحتجاجات الشعبية في العام 2011. وفي غمرة الصراع السياسي ونجاح الحوثيين في السيطرة على صنعاء، كان له دور مشهود في الدفاع عن الثورة وأهدافها وترسيخ أركان النظام الجمهوري، بعد أن آثر البقاء في منزله رغم تهديدات ومضايقات الحوثيين التي دشنت بالاستيلاء على أملاك القبيلة. ظهرت قدرات الأحمر في التعامل مع العديد من القضايا المفصلية، وبرز كأحد الشخصيات السياسية التي أثرت في المشهد السياسي وإعلان النظام الجمهوري في العام 1962. كان الدور الأبرز للأحمر حين قاد مع آخرين من رجال القبائل ما أطلق عليه الجيش الشعبي وسط اليمن في العامين 1981 و 1982 لمواجهة الجبهة القومية المدعومة من النظام الاشتراكي في جنوب البلاد. كان لوفاة الأحمر وقع حزين على اليمنيين وغالبية السياسيين والمشايخ والناشطين الذين سارعوا إلى نشر تعازيهم، متطرقين إلى ذكر مآثره الخالدة ومواقفه المشرفة في ظل التحديات التي تهدد الهوية والقبيلة والجمهورية. برحيل الشيخ الأحمر يكون الوطن قد خسر أحد شخصياته البارزة التي انحازت إلى الوطن في أوقاته العصيبة، مخلفا تاريخا باذخا من النضال لن ينساه اليمنيون.